السلام عليكم متابعين جرمايا. يحصل احيانا الواحد يمكن يقول كلمة او يصير له موقف ويكون موقف عابر ما يستمر الا ثواني قليلة، بس اثر هذا الموقف يستمر في حياة الشخص لفترات طويلة، ويمكن الاثر هذا يمتد لسنوات ويبقى طول العمر، واحتمال حتى هوية الشخص نفسها ترتبط بهذا الموقف في عقول الناس سواء كان راضي بالشيء ذا ولا لا. وذا الشيء اللي حصل لشخص اسمه ويليام بارتلت. ويليام هذا رسام محترف وعايش في ولاية ماساتشوستس في امريكا، ولهذا اليوم يرسم لوحات زيتية باساليب قديمة. بس ويليام رسم رسمة بسيطة من قبل 40 سنة وما كان متوقع انه اثرها راح يبقى معاه طول عمره ذا، وكمان الناس راح تستمر تطارد وتسأل عن هذه الرسمة طول الفترة دي الى اليوم. والرسمة دي علقت وصارت مرتبطة باسمه وهويته من يوم رسمها، لدرجة صارت مشاعر ويليام لخبطت تجاهها، ويتمنى انه ما رسمها بسبب الاحراج اللي سببتها له مع الناس، ويتجنب الكلام عنها حتى مع اهله، وذا على اساس انه فنان مبدع وما يبغى الناس تعتقد انه مجنون. بس فوق ذا كله باقي مصر على انه رسمة الشيء ذا لحدث حقيقي شافه قدام عينه، ويتمنى لو واحد شافه عشان يصدقونه. في يوم 21 ابريل سنة 1977 ويليام بارتلت كان عمره 17 سنة، ووقتها كان يسوق سيارته على طريق ريفي في منطقة اسمها دوفر، الا ويشوف ويليام شيء غريب ما قد حصل في حياته شاف زيه من مخلوق. يقول انه شافه على جدار قديم وانتبه زين لهذا الكائن الغريب، وكان طوله 120 سنتيمتر تقريبا، وله راس بيضاوي كبير وما في اي ملامح في وجهه غير عيون الكبار اللي كانت تنور بلون برتقالي. وجسم الكائن الغريب هذا كان صغير بس اطرافه كانت طويلة ونهايتها اصابع او مخالب طويلة، وعليه جلد مكشوف ولونه يشبه جلد الانسان بين البرتقالي والوردي. يقول ويليام ان المخلوق ذا ظهر له لثواني، ولو انه في الزمن ذا كان اول شيء راح يسويه يطلع جواله ويصوره، بس ويليام ما عنده كاميرا ذاك الوقت وسوى اللي يقدر عليه في زمن السبعينات. ركز على المخلوق ذا واخذ له نظرة تمام ورجع البيت ورسم اللي شافه، وقدم من هو صغير محترف في الرسم، والرسمة وضحت المخلوق بشكله الاساسي، والى اليوم الصورة ذي هي المرجع الاساسي للناس، وصار معروف بشيطان دوفر. الشيطان ذا يمكن يكون خدعة من ويليام او خيال مر عليه، بس المشكلة انه ما هو الشخص الوحيد اللي شافه ذاك الوقت. في نفس اليوم ولد اسمه جون باكستر وكان عمره 15 سنة، وقتها راجع من بيت صديقه لوحده يمشي الا ويلمح شيء بين الاشجار، واعتقد جون انه مجرد شخص قصير، بس يوم شافه بشكل اقرب توضح له انه كائن غريب، وما شافه بنفس دقة ويليام لان المكان ظلام بين الاشجار، بس شاف المخلوق زين. وعلى وصفه انه كان واقف وماسك شجر بيدين وكانت اصابيع طويلة وله نفس العيون البرتقالية اللي تشع نور. جون حفظ شكل المخلوق ذا وحس بالخوف وهرب من المكان على طول، ورسم شكل تفاصيله بس مو بنفس وضوح رسمة ويليام، بس التفاصيل واحدة من ناحية الراس البيضاوي والجسم النحيف والأصابع الطوال. والقصة ما انتهت هنا، لأنه ويليام وجون ما كانوا الأشخاص الوحيدين اللي شافوا المخلوق الغريب ذا، في شخص ثالث شاف نفس المخلوق في اليوم الثاني ليلة 18 إبريل، وكانت بنت اسمها آبي راكبة مع صديقها في سيارة وشافت مخلوق في حياتها ما شافت زيه. آبي وصفته بأنه له وجه كبير وجسم غريب وما كان له أي ملامح، بس له عيون كبار وتنور بلون أخضر. وعرفت بعد فترة عن وصف ويليام وجون عن أنه عيونه برتقالية، بس ما غيرت كلامها وأصرت أنه لون عيونه اللي شافته أخضر. آبي كمان رسمت نفس المخلوق مع أنها بليدة في الرسم، إلا أنه نفس وصف الشيطان اللي رسموه ويليام وجون، وكانت آبي آخر من شاف المخلوق من ذاك اليوم. الصحيفة المحلية سمعوا الخبر وحاضروا للوضع، وعلى حسب كلام صحيفة سنات نود ستار بعد مقابلة مع الشباب الثلاثة ونشرت مقالة عن المخلوق ذا، ووضحوا أن الأشخاص الثلاثة يعرفون بعض بس ما تربطهم أي علاقة، والظاهر لأنه منطقة دوفر صغيرة وكل الأهالي يعرفون بعض، والثلاثة كلهم يدرسون في نفس المدرسة الثانوية، بس بشهادة مدير المدرسة قال ما يعتقد أنه بينهم أي علاقة، وإنهم مو من النوع اللي يتفقون على خدعة زي هذه. ومن ذيك الأيام وشيطان دوفر صار جزء من ثقافة مقاطعة ماساتشوستس، وصار يجذب الأشخاص المهتمين بالظواهر الغريبة من كل أنحاء العالم. وفي ناس تكذب الأشخاص الثلاثة، وبعضهم يقولون يمكن حيوان ما اكتشفوه العالم باقي، أو مخلوق فضائي انشاف ذاك الوقت وغادر الأرض، وظهروا مشككين كثير. ومن الناس اللي كذبوا القصة قالوا احتمال يكون حيوان مصاب بطفرة وراثية أدت للتشوه، والعيون المضيئة كما المعتاد في أغلب عيون الحيوانات، عشان كذا بعضهم شاف العيون برتقالية وواحدة شافت اللون أخضر. وصراحة أنا أشوف إن ظواهر مثل ذي تحصل مع ناس كثير من عدة دول وأماكن مختلفة. يحصل إنه الشخص يشوف شيء غريب خارج عن الواقع للحظات ويختفي، ويقول للمقربين منه ولا أحد يصدقه، ويضطر يسكت عشان ما ينقال عنه مختل. ويليام بارتلت أقرب مثال مشهور، ويعتقد إنه شيطان دوفر شيء حقيقي ليومك ده. وفي مقابلة معاه في عام 2006 قال بالرغم إنه ما يحب يتكلم عن القصة ولا يحب ربط الناس له في الموضوع، إلا إنه متأكد إنه الشيء اللي شافه ما كان أي نوع من الحيوانات،
بارتلت عاش طول حياته في ماساتشوستس، ويقول يعرف كل أنواع الحيوانات، ومتأكد إنه الشيء اللي شافه مخلوق ما قد مر عليه في حياته زيه شبيه، ويتمنى تكون خدعة على كلام الناس على الأقل وقتها يقدر يرتاح منها. لكن ويليام ما استفاد شيء من القصة طول السنين ذي غير الإحراج وكلام الناس، ومن وقتها ما عاد يخرج للإعلام من كثرة الأسئلة المعتادة، وحتى يزورون في سكنه الخاص يستفسرون من داخل وخارج البلاد ومنهم عرب. وآخر شيء أخفى ظهوره وما يلام على انكباب الناس له، وسواء كان شيطان دوفر خدعة أو حتى ثعلب ولا جني وممكن كائن فضائي. القصة مميزة ولها وجود قوي ولا زالت لغز عجيب إلى يومنا هذا. ويليام بارتلت نفسه يقول ما كان متوقع إنه الحدث هذا راح يستمر طول السنين هذه، واعتقد هذا من سحر الألغاز من طبيعتها راح تستمر دام ما لها أي حل. وهل تتوقعون إنه فعلا شيطان دوفر حقيقي وتتفقون مع الأشخاص الثلاثة ولا لا؟ جاوبوني في التعليقات، وبترك لكم إيميل تحت تعطوني فيه قصص قد حصلت معاكم، ولا تنسون الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. دمتم بخير، سلام.